رمضان كريم. رمضان شهر الخير والعطاء، وفرصة حتى نجتمع ونقوي العلاقات الاجتماعية. ولذلك اختاريت اليوم موضوع الجيران. الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم هواي وصانا بالجار. الجار له هواية حق علينا، ولازم نحسن إلى جارنا سواء بالعطاء المادي أو بمجرد احترام الجار وعدم أذيته، إنه ما نزعجه. ممكن بسبب هالجار ندخل الجنة، وممكن بسببه ندخل النار. فخلي نستغل الجار بأنه يكون أحد أسباب دخولنا إلى الجنة بإذنه تعالى. وهذه فرصة جميلة حتى نكون علاقة جيدة مع جيراننا. فاللي بعد ما يعرف جيرانه خلي يبادر بالتعرف عليهم أي طريقة بسيطة، سواء بالسلام، إلقاء التحية، أو إذا كان جاره جديد يقدم له هدية، أو حتى لو صحن بسيط من الطعام، أي شيء يذكر به ويجعله بداية المودة والرحمة والعلاقة الطيبة. وإذا عندنا جيران نعرفهم لكن تواصلنا مو هواية وياهم، فخلينا نسأل عنهم ونتذكرهم ولو بالأسبوع مرة، أو على الأقل كل 3 أيام مرة واحدة بس. رمضان فرصة كلش حلوة نستغلها بتقديرنا لجيراننا. فإذا لا سمح الله عندكم جار زعلانين من عنده، أو بيناتكم بعض المشاكل، أو منقطعين عنهم، أو لأي سبب كان، خلينا نبادر ونقدم لهم صحن صغير نذكرهم بيه بأي طبخة من الطبخات اللي احنا طابخيها بيومنا، نذكرهم بيها، وإن شاء الله تكون بداية خير. اختاريت عنوان هذه الحلقة اليوم أولا حتى تكون صدقة جارية عني وعنكم، وإن شاء الله نبادر بخير يكون سبب من أسباب دخولنا الجنة. وأذكركم مسابقة البرنامج، مجرد مشاركتكم تعليق واحد ممكن تكونون من الرابحين إن شاء الله. كل اللي عليكم فقط تبادرون بأي مبادرة إلى جيرانكم، وتذكرون المبادرة بأحد التعليقات، وتشاركوني بموضوع عن جاركم، إذا جيرانكم طيبين، أو ممكن شنو الأعمال اللي تسووها لجيرانكم دائما، شلون تذكرون جيرانكم بالخير. راح أذكر لكم بعض الأحاديث المذكورة عن الجيران وحق الجار علينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى والجار الجنب، والصاحب بالجنب. صدق الله العظيم. قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه. قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وهسه أنتظر مبادراتكم وعطائكم لجيرانكم،
ومشاركتكم بالمسابقة بالكومنتات بأي مبادرة أو قصة تخص جيرانكم.